انا حقيقي مش عارفه ابدا لكم الفيديو ده ازاي ولا بايه بعد الغيبه الطويله دي كلها. بس الحاجه اللي انا فعلا حاساها وعايزه اقولها في اول الفيديو هو ان انتوا كلكم وحشتوني 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 جدا جدا جدا. مش قادره اوصف لكم انتوا وحشني قد ايه، ومش قادره اوصف لكم بحبكم قد ايه. واكتشفت ده بعد ما غبت عنكم وكنت متضايقه جدا جدا. فطبعا بسلم عليكم كلكم واقول لكم بجد انتوا وحشني قوي قوي قوي. وعايزه ارغي معاكم كتير وعايزه اعتذر لكم كتير، ولو اني مفيش اعتذار هيقدر يعني يوفي الغيبه الطويله دي عنكم. بس انتوا هتعرفوا كل حاجه وهتشوفوا مفاجاه معايا في اخر الفيديو. فيلا بقى تابعوني وشجعوني بعد الغيبه الطويله دي بلايك حلوه وقمر زيكم وشير للفيديو. ويلا بينا نشوف بقى ايه اللي حصل مع نيمو، ونيمو كانت غايبه كده ليه. اول حاجه الفيديو ده مش زي كل مره بنبدا بالقهوه، احنا هنعمل دلوقتي القهوه مع بعض. بس الفيديو بادئ من بالليل. ده يعني كان قبل اليوم اللي انا المفروض ان انا عايزه اوريه لكم يعني. المهم انا قلت كده من بالليل اطبخ علشان تاني يوم كان عندي يوم طويل وهتشوفوا معايا. فقلت كده اعمل اكل سريع وخفيف لان الولاد عندي كانوا واخدين برد. احنا الحمد لله الحمد لله انتوا عارفين خلاص احنا طول الشتاء برد. فقلت اسلق لهم كده لحمه. انا بعمل اللحمه ازاي، هي مش محتاجه بعمل اللحمه ازاي يعني بصوا هي اللحمه انا بسلقها. يعني انا بقول الكلام ده عشان لو عرايس جداد ولا حاجه. انا اول حاجه بحب ان انا اجيب نقطه سمنه صغنطوطه، سمنه بلدي طبعا. وابتدي ان انا اشوح فيها اللحمه وتكون الحله سخنت. يعني حطي السمنه وتسخني الحله كويس قوي، تنزلي باللحمه تاخد صدمه من الوش ده، تقلبيها تاخد صدمه من الوش التاني. ومع كل قلبه للحمه بترشي كده حته فلفل اسود صغنطوطه. وبعدين بنزل بطماطمايه اشوحها مع اللحمه، وجربي الطريقه دي. وطبعا الورق اللوري، ولو عندك جزر حطي بس انا ما كانش عندي. وبنزل بشويه سكر، ايوه سكر اولا بيخليها تستوي بسرعه، تاني حاجه بيخلي النسيج بتاعها طري وحلو. وهنا بقى انا كنت بوريكم بحط تومية يا جماعة، تومية واحدة بس صغنطوطة، بتدي طعم حلو قوي ومش بتخلي فيه طبعا اي زفارة ولا اي حاجة، وبتبقى في نكهة حلوة كده للشوربة. بعد كده بننزل طبعا بمية سخنة ونسيبها بقى نغطيها ونوطي عليها. وطوا عليها يا بنات علشان خاطر لو سبتوا العين عالية بتفضل اللحمه تشرب الميه، فاهميني؟ وتفضلوا انتوا تزودوا ميه وفي الاخر بتلاقوا الشوربه طعمها مش حلو. فانتوا وطوا علشان الشوربه ما تقلش كتير وتقدروا بقى تشربوا احلى شوربه. طبعا الكلام ده للعرايس الجداد او البناويت اللي داخلين جداد في المطبخ. لما بندي صدمه كده للحمه على فكره ومش بنحطها على طول في الميه، بتحتفظ زي العصاره او الميه اللي جواها، وبتبقى حلوه وطريه، مش بتفقد الميه دي في الشوربه. المهم هنا بقى قلت اعمل حاجه سريعه كده. بعمل شويه ملوخيه خضراء. كان عندي ملوخيه خضراء يعني متفرزه في الفريزر، ماما بصراحه كانت مفرزاها لي، يا رب يخليها لي يا رب ما يحرمنيش منها ابدا. انا طريقتي ايه، بنزل بشويه شوربه وبعدين ببتدي ان انا احط في الشوربه حبه كزبره وحبه توم ني، توم مفروم يعني مثلا فصين 3 توم مفروم. وبعدين بسيبهم ان هم يغلوا مع بعض. خلاص كده يعني بحط كزبره تغلي في الشوربه غير الكزبره اللي بعمل بيها الطشه. بعد كده نزلت بالملوخيه وركنتها بقى على عين هاديه خالص، سبتها ان هي تفك مع نفسها. وقلت اشغل العين التالتة علشان اعمل شوربة لسان عصفور. مش عارفة انتوا بتسموها ايه، بس هي عندنا اسمها لسان عصفور مش عارفة. والعين الرابعة حطيت الطاسة الصغنطوطة دي علشان اعمل طشة الملوخية. وزي ما انتوا شايفين اللحمة لسه ما استوتش، هي كانت دخلت في سوا وابتدت تستوي، بس انا مش هفضل قاعدة جنبها، ده احيانا في لحمة كده، اللحمة دي بصوا احنا وحظنا فاحيانا بتطول جدا، هفضل بقى حاطة ايدي على خدي ومستنية لما اللحمة تستوي. لا خلاص، انا لما بلاقيها عملت شوربه حلوه كده وطعمها حلو وابتدت تدخل في سوا، باخد منها الشوربه واخليها هي زي ما هي على العين بنار هاديه واطبخ، انا اشغل نفسي. انا عبال ما اخلص الطبيخ تكون هي استوت، لكن عشان نستناها ونقعد جنبها احنا مش هناكل خالص النهارده.
بصوا يا بنات، شغلوا نفسكم كده وانتوا في المطبخ. يمكن دايما اي حد واقف معايا في المطبخ يقول لي يا نيمو انت سريعه قوي كده ليه؟ هي يا جماعه سر السرعه في ان انا يعني الحمد لله البوتاجاز اهو بصوا، 4 عيون بوتاجازك ان شاء الله حتى عينتين، مش فارقه. المهم ان انت تشغلي كل العيون وتشغلي نفسك. يعني انا بشوف ناس فعلا يستنوا الشوربه لما تتعمل، يعني لما اللحمه تستوي خالص ويطفوا عليها يبتدوا ان هم يعملوا الملوخيه، لما يخلصوا الملوخيه يبتدوا يعملوا شوربه لسان العصفور. لا، انتي شغلي العيون كلها وشغلي ايدك كلها، هتلاقي نفسك اخدتي وقت بسيط جدا. بصوا بقى، تعالوا هنا للسان العصفور يا بنات يا جدادي اللي داخلين المطبخ. لسان العصفور انا بشوحه بسمنه بلدي بسيطه، علشان ما مش بحب السمنه تبقى على وش لسان العصفور كده، ما تبقاش حلوه. المهم التركايه ان انا بنزل بطماطمايه متقطعه كده، بشوحها معاها بتديها طعم مسكر وقمر. التركايه بقى المهمه وركزوا، انا باخد كبشتين شوربه، يعني كبشتين 3 شوربه، واسويه، يعني اغطيه واسويه كأني انا هسوي رز. يعني مش هتملي الحلة شوربة يا نيمو، لا. عارفين ليه؟ علشان مهما احنا نملي الحلة شوربة عبال ما يستوي هيفضل يشرب الشوربة وهينفش كده ويبقى شكله مش لذيذ خالص. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنسويه بكبشتين 3 شوربة، ولما نحس ان هو خلاص دخل في سوا وقرب يستوي، يعني فاضله تركاية بسيطة، ببتدي ان انا ازوده بحبة الشوربة بقى اللي انا عايزاهم. كده يا بنات هو مش هيشرب الشوربه، والشوربه مش هتقل مننا يعني في لسان العصفور ولا اي حاجه، لان دايما بنات جداد يدخلوا المطبخ يعانوا ان هم لما يجوا يعملوا لسان العصفور عبال ما بيستوي بيكون شرب شوربته، بقى شكله مش حلو. طب ما هي اسمها شوربه لسان العصفور، فين الشوربه بقى؟ لا، انت سويه الاول كانك بتسوي رز، واول ما يبتدي يكون خلاص هيدخل على سوا، انزلي بقى بحبه الشوربه الحلوين بتوعك، ربع الحله نص الحله زي ما انت عاوزه، ويغلي غلوتين بيهم او غلوه واحده واطفي عليه. ودايما لما تطفي يكون يعني قرب يستوي، ما يكونش استوى، علشان لما يقعد في الشوربه وهي سخنه ما يطراش قوي ويبقى مش حلو، فاهميني؟ هو هيكمل سواه بعد ما تطفي عليه. هنا بقى كنت عملت طشة الملوخية عادي جدا، بحط سمنة بلدي، بشوح التومية كده تشويحتين، وبعدين بنزل بالكزبره. ما تنزليش بالكزبره اول ما تنزلي بالثوم، علشان عبال ما الثوم يحمر هتكون الكزبره اتحرقت، لان هي ما بتحتاجش سوا. فتشوحي الثوم شويه وبعدين تنزلي بالكزبره، ومعاه رشه فلفل اسود، ومعاه حته شطه، ويا سلام. والملوخيه ما بتتغطاش عشان ما تسقطش في قعر الحله. هي التركات بسيطة وسهلة، بس يعني عشان اي بنوتة داخلة المطبخ جديد يعني ايه برضو تاخد بالها. بصوا بقى، هنا دخلت بعد ما خلصت الاكل. بصوا الحركه دي حتى بصوا الحركه دي بصوا، كنت شايله الحاجات اللي هي الكوشنز بقى والكلام ده، والمفارش اللي هي بفرشها على الانتريه، وقلت بقى اغسلها. فالحمد لله كنت غسلتها وخلصت واتنشرت ونشفت، ورحت ايه قعدت كده ركبت واحده واحده مع نفسي وانا بتفرج على التلفزيون. الفيديو ده يا بنات قديم، التوضيب ده مش توضيب العيد ولا حاجه، الفيديو ده قديم جدا جدا، يعني من قبل ما ادخل في المعمعه اللي انتوا هتشوفوها دي. فهنا بقى كنت بوريكم خلاص ركبت الانتريه، خدت بقى الكوشنز دي وتعالوا اوريكم طريقتي في غسلها. الكوشنز دي انا مش بحب اللي هي الفرو، يعني انا مش بحب اغسلها ابدا في الغساله، بخاف على الفرو بتاعها. فبعمل ايه؟ انا بحط شويه ميه، وبحط عليهم اي مسحوق جل عندك، اي حاجه جل، اريال جل، برسيل جل، اي حاجه، حبه صغنطاطين، وبحط معاهم بلسم بتاع الشعر. بلسم ايه يا نيمو اللي انت بتعمليه؟ ايوه يا جماعه، بصوا البلسم اللي احنا بنحطه في شعرنا، بحط منه نقطه وارغيه كده في الميه. ليه بقى؟ زي ما بينعم شعرك بينعم الفرو جدا، وبيخليه حلو وانسيابي كده، والفرو ما يكتلش وما يكلكعش. فالتركيه دي حلوه قوي قوي قوي، جربوها. بصوا هنا كنت خلاص انا بصفيه وبنشره يعني بميته، مش بعصره ولا اي حاجه. هنا بقى كان نشف، بصوا قمر ومتسرح وجميل وانسيابي كده وحلو قوي ومش مكتل ولا حاجه، عشان البلسم بيخليه ناعم جدا جدا يا بنات. زي ما بيخلي شعرك ناعم هو برضو بيخلي الفرو ناعم قوي. بجد جربوا التركيه دي وبكتبوا لي في الكومنتات، وكمان بتبقى ريحته حلوه قوي. عايزين تحطوا معطر معاه حطوا. بصوا بقى، انا كنت خلصت بقى الحاجات اللي ورايا دي ونزلت كده بالليل، رحت مشوار ورجعت، ده كان تاني يوم الصبح. طبعا المفروض ان الفيديو ده متصور قبل فيديو انا كنت منزله لكم مشتريات وحاجات كده، فالحمد لله. هنا بقى كنت غاسله من بالليل. كنت غاسله الكوفرتات بتاعه الولاد. انا الكوفرتات عندي، انا الغساله عندي الغساله اللي هي الموديل القديم، فهي مش بتشيل كتير، يعني هو كبرها قوي كوفرته ومعاها ملايه بس كده الحمد لله.
فباعمل إيه، باغسل الكوفرتتين على مرتين، يعني أنا نشرت معاكم واحدة دلوقتي ورُحت الصبح التوقيت ده تقريبًا كان 8:30 الصبح 9 حاجة كده. رُحت بقى مشغّلة على طول على الكوفرتة التانية وهانشرها معاكم برضه وهتشوفوها. قُلت بقى أعمل إيه، قهوتنا بقى، إحنا نسينا القهوة بتاعتنا والّا إيه يا بنات؟ قُلنا بقى هنعمل القهوة كده نفوّق. أنا كنت بصراحة مش قادرة أفطر، يعني كنت صاحية متوترة شوية وهتشوفوا ليه، ما كنتش قادرة أفطر خالص. فعملت كده فنجان قهوة وقُلت أقعد أشربه مع كام واحدة كوكيز كده، علشان يعني أشوف اللي ورايا. عايزة أقول لكم بقى على حاجة من خلال الفيديو ده. أنا باحبكم جدًا، 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 ويعني أنا على طول باشكر ربنا على وجودكم في حياتي. يعني أنا بجد كنت فرحانة أوي. علا يا حبيبة قلبي، يا رب ما يحرمني منِّك أبدًا، أبدًا، ولا من سؤالِك عليَّ قد إيه أنتِ قمر، وقد إيه أنا بجد باموت فيكِ. ويعني يكفيني إن أنتِ على طول بتسألي عليَّ وفينِك يا نيمو وغِبتِ يا نيمو. أنا بجد كنت لمّا باشوف كومنتاتِك بابقى متضايقة جدًا، جدًا من غيابي، لإني فعلًا أنتم وحشينّي، وفعلًا أنا باحبكم. خالته أم علي يا روح قلبي يسلم لي سؤالِك، و خالته أم عبد الباسط، بجد أنا باحبكم أوي، 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 وباحب كل حد سأل عليَّ كلكم. أم إيريني كل حبايبي، كل حبايبي اللي سألوا عليَّ بجد، يعني مش عايزة بس أنسى حد، بس أنا عارفاكم واحدة، واحدة بالاسم. ويعني باقول لكم خدوا بوسة كبيرة أوي، وأنتم بجد وحشينّي جدًا، 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 وآسفة يعني سامحوني، سامحوني على غيابي. آمم بس فعلًا أنا كنت في ظروف وأنتم هتشوفوا دلوقتي، والدنيا كانت قافلة معايا خالص. فبجد ربنا ما يحرمنيش منكم ويديمكم كده نعمة في حياتي ويخليكم ليّا يا رب. هنا بقى كنت عملت فنجان القهوة وكلت كام واحدة كوكيز، وقُلت كده أدخل أشربه معاكم في البلكونة كده. بجد جو الصبح ده حلو أوي، حلو أوي، أوي، حقيقي. اللي يقول لِك إن الصبح ده بتحسي إن في حياة بتتجدد وفي أمل كده بيتجدد، حلو أوي. وتحسوا مش عارفة، يعني يمكن تضحكوا عليَّ، أنا باحس إن ريحة الجو مختلفة. يعني أنا لمّا باطلع البلكونة الصبح باحس إن الريحة، النَفَس بتاع الجو، أنا باحس إن هو مختلف عن آخر النهار، عن بالليل. مش عارفة، باحس فيه صفا كده غريب. المهم بقى شربت فنجان القهوة وخلّصت كام حاجة ورايا في الشقة، لإن أنا كنت نازلة وهتشوفوا دلوقتي معايا. وهنا بقى كانت الكوفرتة التانية خلاص اتغسلت ونشرتها على طول. يعني أنا دايمًا كده أغسل واحدة أشغّل على التانية على طول. الغسالات بتاعة الموديلات القديمة دي هي ضيّقة، بس يعني باحسّها بتستحمل والله عن الغسالات الجديدة. بس فعلًا يعني أوحش حاجة أي عروسة ما تجيبش غسالة السعة بتاعتها قليلة. يعني ما تبصيش لدلوقتي، ما تقوليش مثلًا أنا وجوزي غسيلنا قليل، لأ بُصي لقدّام لمّا تبقوا إن شاء الله أسرة كبيرة، الغسيل بيبقى كتير، أحيانًا بتحبي تغسلي بطاطين كده. يا جماعة أنا نزلت بقى بُصّوا، دي المفاجأة. أنا أختي ولدت وأنتم هتشوفوا معايا الvlog بتاع الولادة دلوقتي. وعاوزة أقول لكم إن المفروض إن ميعاد ولادة أختي كانت مضبّطاه مع الدكتور بتاعها بعد التوقيت ده بأسبوع، لإن ولادي كانوا بيمتحنوا وكنا مشغولين وهي ما كانتش مجهّزة نفسها أوي. لكن اللي حصل إن قبلها بيوم بقى تعبت جدًا وراحت للدكتور قال لها لازم تولدي بُكرة الصبح بالكتير. فدخلنا بقى في توتر لا يوصف، يعني بُصّوا صعب جدًا. مهما كانت فرحة الولادة، بس عارفين اللي هو بيبقى في توتر برضه، أنتِ خايفة على أختِك، خايفة على البيبي. فدي الأول أنا حبيت كده إن أنا أشارككم الفرحة، حبيتكم تكونوا معايا. يعني عارفين زي ما دايمًا كنت في أول يوم مدرسة لولادي، في أول أي حاجة، في عيد ميلاد ولادي، باحب إن أنا أصوره لكم وأشارككم بيه. أنا برضه يعني حبيت أشارككم الفرحة دي وأشارككم vlog الولادة، وكان نفسي جدًا، جدًا ينزل في وقته. بس يعني البيبي كان تعبان شوية واتشغلنا شوية، يعني هي كام ظروف كده ورا بعض جت، فالحمد لله. بس برضه أنا وثّقت اللحظة دي معاكم علشان أنا باحبكم تكونوا موجودين معايا، كأنكم معايا في المستشفى، كأنكم مشاركينّي، يعني أنا باحبكم في حياتي دايمًا، فربنا يخليكم ليّا. بُصّوا هنا بقى كنت صوّرت لكم الغرفة بتاعة البيبي. هو جوز أختي بقى كان مزينها لها وحَب يبسطها ويعملها لها كده مفاجأة، فربنا يخليه لها يا رب وما يحرمهمش من بعض ويفرحهم بولادهم. هو راح الصبح
ضبط لها الأوضة أصلا، عملها مفاجأة. يعني هو راح من 7 الصبح لوحده، أخد الناس اللي هم بيعملوا الديزاين بتاع غرف الولادة وكده، وظبط لها الغرفة بتاعتها كلها. واحنا لما رحنا اصلا هي بتفتح الباب اتفاجئت، ايه ده مين عمل كده؟ قال لها انا هنا من 7 الصبح على فكرة. يعني هو راح وجه من غير ما يقول لنا. فبصراحة كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لها. هنا بقى كنا عمالين نعمل لها سيشن بقى ونصور وكده علشان نهدي اعصابها، لان هي كانت متوترة جدا. طبعا انتوا عارفين ان هي بتبقى لحظة حلوة بس فيها توتر. وقعدنا بقى نفرحها كده ونضحك معاها شوية. وطبعا الإضاءة كانت وحشة جدا، بس سامحوني، بس أنا قلت إضاءة وحشة حلوة، أنا لازم أصور اللحظة دي علشان تكونوا معايا، انتوا لازم تكونوا معايا في لحظات حياتي الحلوة كلها. فقلت سامحوني بجد على التصوير ده. بصوا بقى، عايزه اقول لكم اللي حصل. ان انا اختي رجعت على عند ماما طبعا بعد ما قامت بالسلامه. وانا ماما جنبي يعني كام شارع بيني وبينها. والتوقيت ده كانوا ولادي بيمتحنوا، يعني انا توقيت حتى يوم الولاده كانوا ولادي تاني يوم عندهم امتحان، رجعوا من المدرسه طمنوا على خالتهم في المستشفى وباسوا البيبي وروحوا على البيت ذاكروا. باباهم كان قاعد معاهم وانا روحت لهم بالليل. بقيت اعمل ايه؟ اروح بالليل وتاني يوم اصحى يعني الصبح. طبعا انتوا عارفين بصحى من 5:30 الصبح، الولاد ينزلوا المدرسة يروحوا الامتحان، وانا انزل على عند ماما علشان طبعا اكون مع اختي والبيبي وكده، وبيحتاج ان انا انزل في التطعيم مثلا او اكون قاعدة مع اختي وكده. وبعدين لو عندي درس باجي افتح البيت للدرس وارجع تاني على ماما او وافضل بقى متابعه الولاد. وبعدين ارجع بالليل تاني يعني على الساعه 12 واحدة بالليل علشان خاطر الولاد عندهم امتحانات ومدرسه. بصوا حرفيا انا خدت 12 13 يوم محترمين. هو كده اصحى 5:30 الصبح، انزل بعد ما الولاد ينزلوا على 7 اروح عند ماما، ارجع 12 بالليل او ارجع على ميعاد الدرس. فده اللي كان بجد مخليني غايبة عنكم، سامحوني سامحوني. فبجد هي كانت ايام لخبطة وصعبة بس الحمد لله. فسامحوني على غيابي بجد، يعني حقيقي حقيقي سامحوني. انا عارفة مفيش اعتذار هيوفي، بس يعني التمسولي العذر طيب. واخيرا جت اللحظه اللي كلنا كنا مستنيينها، الاستاذ جورن بيه شرف ونور الدنيا كلها. يا رب يا رب يخليه، ويعني يفضل كده قمر في وسطنا. ويخليه لاختي يا رب هو واخوه، ويفرح قلبها بيهم وتشوفهم زي ما بتتمنى واحسن كمان، وتشوفهم احلى عرسان في الدنيا. ربنا يخليه ويحميه كده ويبارك فيه. وربنا يرزقكم كلكم، اي مشتاق ربنا يرزقه بجد، وربنا ما يحرمش اي واحده من اللحظه الحلوه دي. وعلى فكره انا خليت اختي دعت للكل، قلت لها ادعي اللي تعرفيه واللي ما تعرفوهوش، قولي ربنا يعني يفرح قلب كل واحد ويرزقه باللي بيتمناه. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.